في 1982 الجزائر دخلت كأس العالم لأول مرة وقالت يلا نعمل زلزال صغير. أول مباراة ضد ألمانيا، الكل متوقع حفلة أهداف لمنتخب ألمانيا، لكن المنتخب الجزائري يعمل مفاجأة ويفوز على المنتخب الألماني 2-1. حتى الألمان نفسهم قاعدوا وات؟ يقولوا وش اللي صار. بعدين الجزائر تلعب مع النمسا وتخسر. ليش؟ شكل الفريق الجزائري كان لسه يحتفل بالفوز على ألمانيا. في المباراة الثالثة الجزائر تفوز على تشيلي، حظوظهم بالجيب. بس هنا تبدأ الحكاية. ألمانيا والنمسا قرروا يلعبوا مباراة ودية بس في كأس العالم. لعبوها كأنهم جالسين يشربون قهوة، والنتيجة الجزائر تودع البطولة بفضيحة. الجزائر خرجت، لكن خرجت مرفوعة الرأس، وكأس العالم صار فيه قانون جديد بسببه. بعد الصدمة العالمية في 1982 الجزائر رجعت في كأس العالم 1986 وهي تقول المرة هذه ما راح أرحم أحد. ان شاء الله بربي. أول مباراة ضد إيرلندا الشمالية وانتهت بتعادل إيجابي 1-1. والمباراة الثانية كانت ضد البرازيل، أكيد راح تكون صعبة. الجمهور الجزائري دخل المباراة وهو يقول هل ممكن سيكون مفاجأة ثانية، لكن البرازيل قالت لا، احنا مو ألمانيا، والنتيجة انتهت 1-0 لمنتخب البرازيل. ومن الهزيمة بقي أمل بسيط جدا. والمباراة الثالثة ضد إسبانيا الجزائر دخلت بحماس، لكن إسبانيا كانت مرشحة قوية جدا، والنتيجة 3-0 لإسبانيا. وتخرج الجزائر من كأس العالم في المركز الرابع بنقطة وحيدة فقط. الجزائر تعود إلى كأس العالم بعد غياب دام 24 عام في جنوب إفريقيا. المجموعة كانت سلوفينيا وإنجلترا وأمريكا. المباراة الأولى ضد سلوفينيا الجميع ظن أن الجزائر ستفوز، لكن حدث العكس، سلوفينيا تفوز على الجزائر 1-0. وفي المباراة الثانية ضد إنجلترا التي تمتلك واين روني ولامبارد وجون تيري وجميع الأساطير، تعادل المنتخب الجزائري بعدما قدم بولحي مباراة تاريخية. وفي المباراة الثالثة ضد أمريكا يجب على الجزائر أن تفوز لكي تتأهل، لكن أمريكا سجلت في الدقيقة الأخيرة وخسرت الجزائر وخروج من المونديال بنقطة وحيدة فقط. في كأس العالم 2014 بالبرازيل كتب المنتخب الجزائري التاريخ. وقع محارب الصحراء في مجموعة ضمت بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية. رغم الخسارة الأولى أمام بلجيكا عاد المنتخب بقوة وسحق كوريا الجنوبية 4-2، ثم تعادل مع روسيا 1-1 ليتأهل لأول مرة في تاريخ الجزائر إلى الدور الثاني من كأس العالم. وفي ثمن النهائي اصطدم المنتخب الجزائري بألمانيا، أحد أقوى المنتخبات، لكن الجزائر أبهرت الجميع وقدمت مباراة بطولية. وفي الوقت الإضافي سجلت ألمانيا هدفين قبل أن يقلص عبد المؤمن جابو النتيجة 2-1 في اللحظات الأخيرة. خرجت الجزائر مرفوعة الرأس، بينما وصلت ألمانيا طريقها نحو اللقب.